أنا أولا نحيي كل المشاهدي الزيتونة وخاصة البرنامج هذا بالمرصاد. ثانيا نحب نعبر على غضبي لمثل هذا معناها القرار اللي نعتبره أنا جاء تحت الضغط، لأنه الناس هذو متاع الهيكة أقل ما يقال فيهم أنهم غير مسؤولين، لأنهم اللي بالعملية هذه اللي عملوها داسوا الدستور، واحنا نعرفوا الجماعه اللي مستانسين بدوس الدستور من اللي تعداوا ورجعوا للحكم، وهما اللي وراء هالحكايه هذه. صحيح راهو انا نقول ممكن في نداء تونس فما شرفاء صحيح، لكن ثم غالبيتهم المنظومه القديمه ومستانسين بخرق القانون والتعدي على الحرمات والحريات، وهنا صيحه غضب واستغاثه لكل وطني شريف انه يقف، لأنه بدينا في تكميم الأفواه وتجويع الناس وغلق وحجب منارات وزهرات الإعلام. يحبوا يتكون كيفي يتكون ضدي. هذا التنوع ما يفهموهش، والديمقراطية ما يفهموهاش، والتوعية للمواطنين يحبوا مواطنين حامين رعاع مش وطنيين، ومش مشاركين في صياغة القرار، ومش مشاركين في بناء الدولة، ومش مشاركين في صون الممتلك العام والبيئة العمومية. هذوما ناس استانسوا بالطبوريب وبالصعلكة. أنا نرى شنو اللي يعيبوها على الزيتونة. هل طلبتم مستندات والزيتونة رفضتها؟ هل لديكم تجاوزات فساد في الزيتونة؟ والله أنا نكون أول سعيد نحط الدوسي متاعها هذا وخلي نفرقوها الزيتونة إذا كان ثم في الإدارة متاعها فساد. هل معناها فتحت الزيتونة وخرجت على القانون؟ وريونا. اجاوا يقولوا للعباد شنو بالضبط ضد الزيتونة. حسب المعلومات اللي عندي انه اولا الساعة الزيتونة حلت قبل من تجي الهيكة، وهي كيما نسمة، وخلطت وقالت لا اعطيوني مستنداتكم باش نعطيكم رخصة. هي امتثلت وقناة نسمة ما امتثلتش، مثلا قالت انا قبل، هي جات بعد. قالوا لها لا، لأنه كان فيها إنسان قيادي في حركة النهضة، وقالت ثم تضارب مصالح. نسبة حنا بعد يعني وقت اللي خرج المعني بالأمر هذايا سي بن سالم، خرج من الوحدة وولات باسم سامي الصيد، ما عادش ثم هذايا تضارب المصالح بين الترشح السياسي وبوق دعاية، وهي عمرها ما خدمت بوق دعاية الزيتونة. ما عادش عندهم حتى شيء. هذوما الناس يحاربوا في مشروع الحرية، مشروع الشفافية، مشروع محاربة الفساد. كان جات عنا معناها برامج متاع استهتار بالأخلاق راهو قبلوها. كان جات عنا برامج التصفيق والتطبيل للخونة راهو قبلوها. كان جات عنا برامج للتغطية على الفساد اللي قاعد يقع في تونس راهو قبلوه. اما وقت اللي واحد يتوجه للمواطن اللي يجيو ينحيوله من شهريته، تلقاه شهريته ضعيفه وينحيوله من شهريته باش يدفع للدوله، وتغيب المؤسسه العموميه على واجباتها، ويلقاو في مؤسسه خاصه ممنوعه من الاشهار باش توصل المعلومات وتوعي المواطن وتعطيه اللي هي ما هي حقوقه، يجيوا يتعدوا عليها. جميل. انا ماذا بيا نفهم مره اخرى من الهيكة ما تعيبه على قناة الزيتونة، ونحبه بالوثائق كما احنا نتعاملوا بالوثائق، تجي بالوثائق وتورينا كيفاه. اما انا هاو نعيب عليها انا انها تعدات على الدستور. هي هيئة ولات فوق دستورية، فوق الحريات، فوق معناها ثورة الكرامة. طيب. اللي خرجت الناس افتكت حرية التعبير. ماهوش طيب. أنا غاضب جدا على التصرف هذايا، وراه لا مسؤول ولا وطني.